هو انا عايز اعرف حاجه، انتوا ليه كده؟ ليه افتريتوا على الناس الجميله الطيبه اللي كانوا بيدوكوا كل حاجه؟ ليه ضيعتوا الناس الجميله دي من ايديكوا ليه؟ هو سؤال يعني مش عشان حاجه، السؤال ده عشان تراجعوا نفسكم 100 مره او من جواكوا يوم ما فعلا تلاقوا ناس شبهكوا انتوا. الناس اللي كانت بتنور لك طريقك من ناس ولاد الاصول، الناس اللي بتنور لك طريقك من ناس ولاد الاصول الاصيله الجدعه اللي كانوا بيدوكوا من غير حاجه، اللي كانوا قلوبهم كلها الخير ليك، ما كانتش عايزه ليك الا الخير، كانت بتدعي لك، كانت بتدعي لكم، كانت بتدعي لك في عز ما انت كنت بتفتري عليهم، او انتوا ايا كان انت او انت كنتوا بتيجوا عليهم قوي، كنتوا بتيجوا عليهم قوي في العلاقات، وفي عز كل ده كانوا فعلا بيدوكوا ويدعوا لكم ويطلعوا في البلكونه يقولوا يا رب اهديهم، يا رب اديهم، يا رب نور طريقهم، فكنتوا بتنوروا لهم طريقهم. فانا مش فاهم انتوا ليه كده؟ ازاي بتتعاملوا مع الخير برد فعل عجيب وغريب ومريب؟ ازاي انا اعرف ان حد بيديك خير اديله خير، حد بيديك شر غصب عنك يا اما هتديله خير؟ هما كانوا بيدوك خير بالرغم من ان انت كنت بتظلمهم او انت كنت بتظلميهم. حد بيديك كل حاجة وانت بتاخد كل حاجة، وفجأة مش عاجبك اي حاجة، وكمان بتمشي وتفتري وتوجع وتظلم، وكمان بتمشي وتفتري وتظلمي وتوجعي. ايا كان ولاد الاصول نهايتهم جميلة، وانتوا الله يكون في عونكم بقى في اللي هتشوفوه، لانه كله سلف ودين، كله سلف ودين، فكما تريد تدان. فجايالك ويمكن تكون في اقرب مليء، مع ان هم ممكن يكونش ليهم ذنب. طبعا احنا ما نتمناش الناس اللي ملهاش ذنب ان هي تتأذي ابدا ابدا، لكن الله سبحانه وتعالى شايف بقى وهو العدل، احنا مش هنتدخل في هذا، بس احنا بنطمن ولاد الاصول الناس الاصيله اللي ادت من قلبها ومن قلوبها الجميله الحلوه، بنطمنهم ان الخير بتاعهم والفرحه بتاعتهم والعوض بتاعهم، وهم الله يكون في عونهم في اللي هيشوفوه الفتره الجايه، لان هم فعلا جم عليكم قوي. عشان كده كل ما يجوم عليكم اكتر كل ما انت عوضك كبير. يا ناس يا جميلة يا محترمة يا جواهر يا حقائق، يلا بينا عشان انتوا تستاهلوا فعلا تقوموا. كفاية 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 وجع، كفاية ألم، كفاية ندم، يلا بينا لأنه كفاية. توكلنا على الله.